السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى معاكم في فلوج جديد، وهنشوف مشتريات النهارده. ما شاء الله خربتها يعني وجبت حاجات كتير. تعالوا نشوف اشترينا ايه مع بعض. اول حاجه كنت نزلت عند الشارع الجديد في اسوان عشان اشتري سمك من جمبريكا، المطعم بتاعنا المشهور طبعا. ما شاء الله هو يعتبر احسن واحد قريب ليا يعني. هنا كنت جبت الوجبه اهي، دي وجبه الطلب ب35. ده اول حاجه اشتريتها. بعد كده بقى مشيت في شارع المحطة كده، لقيت كوسة كده. جبت كيلو. قلت بقى اعمل محشي معاكم، محشي كوسة. جبت كيلو كده، ما شاء الله حلو. كبيرة شوية كده بس حلو ما شاء الله وطرية يعني. قلت اجيب كده واعمله معاكم محشي. وبعدين جبت لبن طعمة، الكيس ده برضو عشان اللي انا كنت جايبه معاكم قبل كده كان خلص. هعمل معاكم برضو النوتيلا تاني. ودي لقيت واحدة كده قاعدة في الشارع عندها الملوخية الناشفة دي، فقلت نجرب ملوخية أسوان. الكيس ده ب5 جنيه. وجبت طبعا مقورة عشان المحشي، المقورة دي ب10 جنيه. وجبت بقى ايه تاني، وجبت كزبرة برضو عشان المحشي. وجبت ربطة بقدونس وربطة بصل وربطة جرجير. ما شاء الله كانوا لسه يعني حلوين وطازة كده. التلاتة جبتهم ب5. بس ما شاء الله خضرة وحلوة. وجبت طبعا عديت على بتاع فسخان السد العالي اللي انا صورته معاكم قبل كده. جبت منه رنجة، جبت منه نص كيلو 2. النص ده ب30، الكيلو ب60. ودي الوجبة ما شاء الله هصورها لكم برضو في فلوج تاني. بصوا دي كانت مشترياتي. اللبن الكيس ده كان ب10 جنيه. الكوسة كيلو ب5. الملوخية دي برضو كيس ب5 جنيه. وجبت كزبرة برضو ب5، والمقورة ب10. والرنجة جبتها ب30، والوجبة ب35. بس ما شاء الله الوجبة حلوة يعني. طلبتها المرة دي مقلية. هوريكم كل حاجة يعني في الوجبة برضو المرة دي. الملوخية برضو ان شاء الله هنعملها مع بعض بطريقة حلوة، واقول لكم بقى رأيي في الملوخية الأسوان. وبرضو محشي الكوسة هبقى اصوره لكم ان شاء الله. واللبن هعمل بيه نوتيلا تاني وهوريه لكم بقى، عشان المرة اللي فاتت ما كنت قلت لكم الطريقة من غير ما اصور لكم. ان شاء الله هوريها لكم المرة دي. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واستنونا بقى في فلوج جديد ومشتريات جديدة ورحلة جديدة في أسوان. السلام عليكم ورحمة الله.